اليوم قناة مشاري بالصورة مع الأستاذة أم محمود طبعا صاحبة الفكرة الطيبة المطعم درب الزرع، وهو صح انه درب الزرع يجذبه يعني يعمل لك جاذبية. أولا الاسم كبير جدا. متى تأسس المطعم؟ والله هو هني في مسقط تأسس صار أسبوعين، ولكن الحمد لله نجاح ساعة صراحة. طبعا الشعب العماني الحبيب يحب الأكل الكويس، احنا اتكلنا يعني لازم نستعين لكم علشان نوريكم شوية من عاداتنا وتقاليدنا ووجباتنا وأكلنا الكويت الأصيل. أحلى الأكل. ونحن نحبكم الكويتيين وكلنا خليج واحد. اي نعم اي نعم، نحب الخليج كله والله. وانا والله ما حاسه بغربه، انا ككويتيه في مسقط انا ما حاسه بغربه، انا حاسه بين اهلي وبلدي. الحمد لله. ايش الاكلات اللي تشتغل بها للمطعم بدرب الزرع؟ احنا نشتغل مكبوس الكويت الاصيل، مكبوس الدياي، مكبوس اللحم، المموش، المطبق الزبيدي، مطبق السمك، عندنا هريس، جريش، عندنا مرقوق، عندنا دبور، عندنا محروق صبعه، عندنا مشاوي، عندنا كل شيء، وعندنا مربي، وعندنا موش، ونكبر. وعلى مشاري حفظت شيء من الكلام. سؤالك هل عندكم طلب ثانية في سلطان عمان؟ ان شاء الله قريبا ان شاء الله. عطونا بس شويه لان تونا فاتحين، ان شاء الله بعد 6 شهور ان شاء الله راح تشوفونا بالخوير وتشوفونا بالقرى وتشوفونا بصور وصلاه ان شاء الله الرحمن. ندعو الله. الحمد لله. ايش سبب اختيار فتح المطعم في سلطان عمان؟ والله معبيلة بالتحديد. كمعبيلة تحديدا لأن ما فيها مطعم يعني كويتي، فأنا البراند مالي الحين طبعا صار براند يعني بالنسبة للمعبيلة يعني. إن شاء الله صح. مشكورة محمود على هذه الصراحة الجواب الطيب منش، وأنت طيبة. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. حياكم الله وزارتنا البركة وشرفتونا. وجودكم. واحنا طبعا نسينا نقول ان احنا عندنا وجبات 10% منها الى اخواننا في غزة. نعم. هذه تبرعات من إدارة المطعم نفسه. ان كل فاتورة تشترون منها 10% لها أرباحها تروح إلى أطفال غزة. أنا مو محصلين لا ماء ولا شرب ولا ونقول الحمد لله رب العالمين، النعمة اللي احنا عايشين فيها. الحمد لله رب العالمين. لما نساعد اخواننا كل ما تشترون وجبات كل ما تساعدون اخوانكم في غزة. اللهم لك الحمد والشكر. آمين آمين. وبارك الله فيك والله يكثر نعم إن شاء الله. الله يعطيك العافية ويبارك في رزقك إن شاء الله. آمين. بارك الله فيك. حياكم الله وزارة البركة وشرفتونا ونورتونا. وعلى الراس. الأسعار عندكم؟ الأسعار والله يعني متهاوية. لأن شفنا في جوجل أن أسعاركم غالية. لا والله أسعارنا ما غالية، أنت عارفة يعني الحين يعني كل شيء الغلاء المعيشي اللي احنا عايشينه في العالم كله ما بسلطنة عمان بس ولا في الكويت بس، كل البلاد هذه غالية صارت، ولكن أسعارنا لا والله. يعني احنا عندنا مكبوس الدياي بريالين و700، وفي عندنا إذا طازج يصير 3,700 على حسب يعني. في رز وفي معبوش وفي سلطة وفي أتشار وفي مخلل، كل ما شاء الله تبارك الله يستاهل قيمته. شكرا لك حبيبي. طبعا زيادة على كلام أم محمود، صراحة أولا نشكرها على هذه المبادرة الطيبة لإخواننا أهل غزة، والله ينصر غزة وجميع المسلمين إن شاء الله، وما يكون في أي حصار بين أي دولة من الدول إن شاء الله. والله يكثر بأمثال أم محمود في عمان والخليج كله إن شاء الله، وتكون غزة مثل ما كانت إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. طبعا احنا ما أول مرة نجي، وأنا بس كذا بس سألت عن الأسعار. وأنا عارفة الأسعار وعارفة أن أسعارهم جدا 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 يعني بتناول الجميع، وأكلهم يعني جدا طيب. الأسبوع الماضي جذبتني الصورة
والاعلان اللي عملته محمود، وقلت لازم نشوف هذا المكان. واليوم الظهر مرينا على هذا المكان وشفنا درب الزلق رايحين، احنا اتجاهنا كان اتجاه ثاني، دخلنا هذا المكان استغربنا انه جنب بيتنا اصلا حقيقة، ويبعد احنا من شفنا البيت- الاعلام بس ما توقعنا انه ويبعد قريب من من بيتي بيتي. يمكن 3 دقائق فقط، وما كنت عارف. ولما جينا دخلنا المطعم وكانت ام محمود ما موجوده، لكن الاخوان ما قصروا في المطعم، قاموا بواجبهم وزود، ما شاء الله عليهم. كيف لذيذ. هذا اللي يلا كل قيم. هم مقيمين الظهر 10 من 10 مرة. أنا قيمتنا مليون من مليون. يعني احنا جايين عندهم غدا وقيمنا صراحة 100%. والحين طبعا العشاء. لكن لذيذ. أكلاتنا الكويتية الشعبية كأنك قاعد في سوق المباركية قاعد تاكل. يعني احنا نقلنا لكم سوق المباركية اللي في الكويت جبنا لكم اياه هنا في المركز. حياكم الله وزارتنا البركة. اصلا اول ما تدخل من البوابة كأنك داخل الكويت، كأنك نازل من الطيارة وداخل الكويت. وبعدين تدخل السوق. سليمان شو تسوي تحت الطاولة؟ سليمان اكو شعبي قصيد دائما عشان يسأل سنة كم تأسس المطعم؟ سنة سلسة. السؤال ليش الأكل ايش قبل الأكل؟ الميلاد. أي كمل. مش عارف. اظن استغفر ليش؟ يا هاي خلاص ما بضحك والله لو ما كان. ايش الأكلة تشتهر فيها المطعم؟ أبو الدقيقة. نمزح. تمام. تشتهر فيها المطعم. يشتغل فيها. توين المخرمان. تلفق إذا خلاص ترى لازم أبوي بعد بيناقش مرات نذكر كمل. هل عندكم فروع ثانية في سلطنة عمان؟ بس. ايوه. مشان تحضرين السؤال الأول كيف جات فكرت الاسم. ثاني متى تأسس المطعم الأول؟ ايش الأكلة اللي تسوي الشباحة والسبياي والموز؟ وايد مطاعم مشابهة للكويتية ولكن احنا الأجمل. هي هذا النظام. طالما في شيف كويتي قاعد يطبخ يعني هذا يعني يكون 100% كويتي اصلا. فاحنا اخترنا معدينا لان ما فيها مطاعم خليجيه. كويتيه بالذات ما في معدينا. وهي الاكثر ثقافه يعني سكانيه صراحه. الشاب عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج. فمن زمان يعني يوم ما كنت طفله هذا المسلسل كان في ذاكرتي ما زلت انا احبه. انا امجد المسلسل هذا. طبعا هذا الشيف في المطعم. ما شاء الله دخلت داخل مطبخ نظافة يعني صراحة، يعني نظافة لا يعلى عليها أبدا ما عليه كلام. مطعم صراحة يعني 100% ولا غلطة ما شاء الله. الخبز ما شاء الله. ايش اسمه الخبز هذا؟ خبز ايراني. ما شاء الله يعني النظافة صراحة، يعني كل شيء نظيف، كل شيء مغطى، كل شيء يعني روعة ما شاء الله. هذا اللحم صراحة المطعم 100% ولا غلطة. وصل الأكل. أكل الكويتي أحلى من يعني الكويت واليابانيين أحلى. أصفر شو
وقف في قبل ولا مو جديد؟ بأمريكا. شريفة كيف عقباش الخبز تعال تعال. عاجبني الشغله. عصير لا عليها سحبة. سبحان خوي خوي بعد القضاء على الاكل ذكرنا سؤال. متى يفتح المطعم متى يبند؟ نفتح الساعة 12 ونص الظهر ونسكر الساعة 10 بالليل. لكن الساعة 12 جايين. متواصلين دوامنا من 12 ونص نفتح المطعم إلى الساعة 10 بالليل إن شاء الله. الله يبارك فيكم مطعمكم. عجب سليمان عجبك الاكل؟ كيف سليمان؟ حلو ولا مو حلو؟ كم من 10؟ كم من 10؟ 10 من 10 والله أكثر والله أقل. 10. شريفة؟ أنا قلت لكم مليون من مليون. أنا 10 من 10. مليون من مليون. شاري مليون من مليون. شاري. نعم. تقييم الأكل طبعا 10 من 10. هو قد لذيذ ولازم ضروري. الشاب الجواب نفسه الجميع 10 من 10. شاب مليون. بس لو مصدقين تعالوا بنفسكم تعالوا ضغوا الأكل. ترى مانجا مليون واجد لذيذ. ترى نحن ما لازم نسوي إعلان. يعني نحن جينا المطعم وحبينا المطعم. المكان الوحيد المطعم معدلة ناكله في الشارع إنها اللي نجيب مطعم نجيب ايش؟ الشارع نجيبها. ايش؟ موضوع جدا. صح. اليوم عيد ميلاد شريفة وحبينا نفاجئها بكيكة ونعملها إن شاء الله في مطعم درب الزرق. أنا أكتبها وردي. كم اللون؟ زين. الوردية شريفة هذه لون وردي؟ تعال عمال هيدي ليش؟ هي كم اللون؟ صح حبيبي على لونها صغار. سليمان عجبك هاي بس خلاص. هذا حبيبي؟ هذا. ليش؟ الله. كريم. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday أدري إنكم متفاجئين مثل ما أنا متفاجئة. اليوم عيد ميلادي أنا أحس من الفرحة بطير. اليوم مزيد عمري سنة. شفتي؟ هنا عملتيها؟ سويناها في الشارع. كلناش؟ الله سبحانه وتعالى والله تمنيتك. حليش متفاجئة شريفة؟ شنو كنت موت. ولا تتكلم. عشان يوم ذيك المرة يعني يوم عيد ميلادي كنت ما مسوي لي شيء. بعدين خلاص نسيت العيد ميلاد وانا السيارة ايش قلتينا؟ الكيكة ذي كنتوا شارينا عشان أم هز محمود. بعدين أنا حسبت ايش قلتي في السيارة؟ قلت لهم
ما شاري الكيكة شريوها تقول انا ما شريت ولا حد عيد ميلاد تشتري حق محمود. انا اول شيء انا قرر سهل. شوف هاي سويناش عيد ميلاد في الكويت. ايوه ما مصدقة؟ يلا 1 2 3 قدمت الكيكة قبل التصوير. عمري 10 بس هو 10 كبيرة. خليه هو ينساري. خليه هو شريفة من شعورك. الحين طبعا تم توزيع الكيك. كليها اكل كلي حاسة طيب كله. كانت شوي وتصيح يوم شرينا الكيكة. كلهم ترى نفسي كلهم كانوا يعرفوا بس انتي ما تعرفي. وابوي حتى سليمان يعرف. ابوي كان بيطلعنا بالسيارة كنا نمشي الكيكة عارفة. فرحان سليمان؟ فرحان؟ تعال عجبك صدقة؟ بعد صدق؟ والله